لما عيان يجي لك الساعة 3 أو 2 الفجر علشان يعمل مقطعية على المخ علشان عنده تلعثم بالكلام وتقل بالذراع أو رجله الشمال أو رجله اليمين، بعد ما نعمل أشعة المقطعية على المخ نلاقي الأشعة كويسة لأن ما زالت خلايا المخ دي محتفظة بالغذاء اللي جواها، أو الخلايا بتاعت المخ دي اللي حصل فيها جلطة محتفظة بالغذاء اللي جواها، وبتقعد محتفظة بالغذاء اللي جواها ده لمدة 48 أو أحيانا 72 ساعة. هنا بقى تتدخل الشركات وتقول لك طب أنا أعمل لك رنين مغناطيسي على المخ مع مقطع أو سيكونس كده يوضح لك الجلطة اللي لسه حاصلة دلوقتي أو الجلطة الحديثة دي، بيسموه MRI Brain with Diffusion Image. تعالوا ندردش حوالين الفحص ده وإزاي بنشتغل. فكرة الديفيوجن هو دراسة الأحداث اللي بتسبق حدوث الجلطة. فلو أنا مثلا عندي خلايا طبيعية في المخ بلاقي جزيئات المية بتتحرك عادي جدا وزي الفل، بيسموها فري ديفيوجن. والنسيج اللي حصل فيه جلطة بلاقي جزيئات المية بتتحرك ببطء وبيسموه سلو ديفيوجن أو ريستريكتد ديفيوجن، اللي هي قلة انتشار الأملاح المعدنية والمواد المذابة عبر أغشية الخلايا. يعني إيه؟ يعني بطء الانتشار الغشائي. فلو احنا لقينا طريقة نصور بها الانتشار البطيء ده او بطء الانتشار بمعنى ادق، يبقى احنا كده قدرنا نصور الجلطات اللي بتتكون دي علشان نلحق نعالجها بسرعة. لان لو حصلت الجلطة دي الخلايا العصبية للأسف ما بتتجددش، ومن هنا كانت اهمية ان العيان اول ما يحس باعراض الجلطة تنميل او تقله بالكلام يجري بسرعة على الدكتور او المستشفى، واهمية الفحص ده. طيب ازاي بشتغله؟ اولا يفضل علشان لو في ناس بتزعل من كلمة لازم انه يتعمل على جهاز رنين مغناطيسي مغلق، ولا شك ان صور الديفيوجن في الاجهزة المغلقة 1.5 تسلا افضل بكتير من الاجهزة المفتوحة اللي هي 0.3 تسلا. ثانيا السيكونس ده بيتأثر باي حاجة معدن في الجسم، ولو على بعد مثلا فلازم يبقى العيان مغير هدومه كويس جدا وباب غرفة المجنس مغلق بإحكام، والعيان لو اتحرك ملي السيكونس اللي شغال والسيكونس بتاع الديفيوجن ده ممكن يديني نتائج مش اللي انا عايزها او ما يوصلنيش كويس للتشخيص اللي احنا عايزينه. علشان كده لازم العيان يبقى ثابت تماما في السيكونس ده بالاخص. هو كده كده لازم يبقى ثابت، لكن في السيكونس ده ممنوع يتحرك خالص. ثالثا وانا بخطط البرين اكزيال، ثانيا هو تخطيطه زي البرين اكزيال عادي خالص، بس في تكه صغيره قد كده ان انا ببعد قدر الامكان عن اي مكان فيه هواء زي الجوب الانفيه مثلا، يعني باخد زاويه تبعدنا عنها. رابعا بناخد MRI برين عادي جدا وبنضيف عليه السيكونس بتاع الديفيوجن. واخيرا تعالوا بقى نشوف مجموعه الصور اللي ظهرت معانا. الفيديو ده برعايه وكاله الحصري للاعلان، ودي متخصصه في الديجيتال ماركتنج جروث، مش مجرد وكاله بتعمل لك فيديو اعلان 2D او 3D او اعلان حتى تصوير داخل المركز او خارجه اللي هو الان دور والاوت دور. ده جزء لا شك من عملها، لكن الجزء الاهم انها بتقول لك ازاي تكبر من خلال الديجيتال ماركتنج من الالف الى الياء. والوكاله مخصصه اكتر لاطباء ومراكز الاشعه ومعامل التحاليل، اغلب العاملين فيها شباب اصحاب بيزنس، فمش قاعدين تحت التكييف وبينظروا عليك، لا دي ناس ايديهم في السوق وايديهم على اللاب. المجموعة الأولى عبارة عن صور T2 عادية اللي هي عند البي 0 المية فيها لونها أبيض. ثانيا صورة الديفيوجن، وهتلاقي إن قيمة البي فاليو بتتراوح من 500 مثلا ل 1000، وأي حاجة فري ديفيوجن بتظهر لونها أسود زي الفنتريكل مثلا، وأي حاجة ريستريكتد ديفيوجن بتظهر لونها أبيض زي الجلطة مثلا. مجموعة الصور الأخيرة ودي صور بيسموها الصور EDC، ودي عكس مجموعة الديفيوجن. الصورة اللي لونها أبيض دي الفري ديفيوجن، والصور اللي لونها أسود دي restricted diffusion. الخلاصة، هل بنستخدم الديفيوجن بس علشان الجلطات؟ لا طبعا، بنستخدمه علشان يدينا داتا في حاجات كتير جدا، في كل الباثولوجي برضو بتاعت المخ، في الاورام، في الباثولوجي عامة بتاع المخ، في احيانا في الحاجات وفحوصات الفاينكشن اوبريشن. 3 مجموعات. علشان افهم الصور دي لازم معلش ناخد جزء بسيط جدا ولو على طرف المعلقة فيزياء رنين مغناطيسي. خلص الفحص، دمتم بخير.